ايه رأيك في زهران ممداني؟ سيبك من رأيي، لكن انا هتكلم في حاجة تانية خالص. زهران ممداني، بالرغم ان ترامب اللي هو رئيس امريكا، اللي هو يعني القوة العظمى زي ما بيقولوا كده في العالم كله، ضده وبيشتمه وكل حاجة، ورغم كل ده كسب في الانتخابات. فده ان دل على حاجة، بيدل على ايه؟ ان في ديمقراطية بجد، وفي صندوق بجد. فيعني رغم كل ده كسب. فده مكسب للكل على فكرة. يعني ده مكسب ليه، ومكسب لترامب والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وكله، ان الصندوق صندوق بجد رغم كل ده. لا، طبعا الف مبروك ليه، ومبروك ل لاهل نيويورك كلهم اللي انتخبوه يعني. بس هل هيقدر يعمل حاجة بالرغم ان آه، ترامب ضده؟ هنشوف. لان لو ما قدرش يعمل الحاجات اللي هو قال عليها، الناس اللي معاه مع الوقت هيبقوا ضده. فهنشوف بقى ان شاء الله، ربنا يكرمه يعني. لكن انا طبعا ضده في نقطة، لما هو قبل كده اتكلم عن الجماعة الالوان، وان هو يعني عادي بالنسبة له الكلام ده يعني، او عامل لهم زي ميزانيه كده، الله اعلم ايه الكلام بالظبط يعني. اكتبوا لي في التعليقات، لان انا مش متابع الصراحه يعني، لان انا مش في نيويورك، انا في مينيسوتا. بس كده. فطبعا انا ضد الكلام ده خالص يعني، واحنا ضد الكلام ده خالص. لكن ان شاء الله يعني ربنا يكرمه، ويحقق الطلبات اللي هو قال عليها ل- للناس بتاعت نيويورك يعني، عشان يعيشوا عيشة كريمة. بس كده يعني. يلا، سلام عليكم. ادي يا عمي.